تعرف يعني احتلال فلسطين؟ تعرف ان بدأ اليهود في تمانينات القرن ال19 بتبني نظريات جديدة في استعمار الأراضي الفلسطينية بتقوم على فكرة استبدال محاولات السيطرة المدنية أو السلمية بالسيطرة المسلحة. بس استنى قبل ما اكمل، اعمل اشتراك في القناة ولايك وكومنت عشان تساعدني في الفيديو ده يوصل لكل الناس، عشان نوريهم ان صوتنا مسموع. وحضر قهوتك وتعالى عشان احكي لك باقي الحكاية. انا اشرف طه، يوتيوبر مصري، ودي الملخص. طب تعرف ان كان من اكبر المتبنيين لهذه النظريه الحركه الصهيونيه العالميه، اللي قالت ان اليوم اللي هنبني فيه كتيبه يهوديه واحده هو اليوم الذي ستقوم فيه دولتنا. طب تعرف ان في اواسط 1880 قامت الحركه الصهيونيه في اوروبا بتكوين مجموعه اسمها عشاق صهيون، وان المؤتمر الصهيوني الاول كان في بازل عام 1897. طب تعرف ان الحركه دي طلبت باقامه دوله خاصه باليهود، وكتير من الصهاينه شافوا ان موقع الدوله دي لازم يكون في مكان الدوله التاريخيه اليهوديه، المنطقه التي تعرف باسم فلسطين. طب تعرف ان كانت فلسطين في الوقت ده مليانه بالفلسطينيين العرب بشكل رئيسي، وكانوا اليهود بيشكلوا نسبه اقل من 8% لحد سنه 1920. المشروع الصهيوني ده لقى ساعتها غضب شعبي من كل فلسطين ورفضا قاطعا من كل الشخصيات السياسيه، وكان من بينهم مفتي القدس امين الحسيني وعز الدين القسام، ولاحقا عبد القادر الحسيني، وزعماء سياسيين ودينيين وعسكريين تانيين. وكانت دي هي بدايات نشوء المقاومه الشعبيه في فلسطين، فيما تبينت مواقف الشخصيات العربيه والحكام العرب في تعاملهم مع المشروع ده، منهم من ايد الفلسطينيين في تحقيق مصيرهم، ومنهم من التزم الصمت، ومنهم من مد ايده لزعماء الحركه الصهيونيه من اجل نيل رضا الحكومه البريطانيه، زي الامير فيصل بن الحسين اللي قابل حايم ويزمان رئيس المنظمه الصهيونيه العالميه وغيره. اما بالنسبه للدول الغربيه فرحبت بالمشروع الصهيوني في فلسطين، فتلقى المشروع دعما ماليا وعسكريا ولوجستيا من دول كبرى زي بريطانيا والولايات المتحده وفرنسا، واللي شافت في كل الدولة العبرية اللي بيطمح الصهاينة لإنشائها في فلسطين حماية لمصالحها في المنطقة. طب تعرف إن الثورة الفلسطينية الكبرى هي من أضخم الثورات الشعبية اللي قام بها الشعب الفلسطيني ضد المستعمرين الإنجليز واليهود المهاجرين لفلسطين في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين، زي ثورة سنة 1920 و1921 وثورة البراق سنة 1929. استمرت 3 سنين متواصلة ابتداء من سنة 1936 ل 1939 أثر وفاة الشيخ عز الدين القسام على إيد الشرطة البريطانية في جنين، وبعدها أعلن الإضراب العام اللي ضم معظم المدن العربية الفلسطينية. كفاية كده ولا أقول كمان؟ نقول كمان. طب تعرف إن بعد الانتهاء من حرب 1948 تم التوقيع على اتفاقيات رودس اللي فرضت الهدنة بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن ولبنان، ووقعت كل دولة على الاتفاق بشكل منفصل ما عدا العراق. وتم بموجب هذه الاتفاقيات رسم الخط الأخضر اللي تم تحديده رسميا كخط وقف إطلاق النار، لكنه أصبح بالفعل حدودا بين دولة إسرائيل الحديثة والدول العربية المجاورة. بقت جوه الخط الأخضر أي في إسرائيل عدد من البلاد والمدن العربية الفلسطينية والمدن المختلطة اللي بيسكنها يهود وعرب. كذلك بقى جوه الخط الاخضر الجزء الغربي من مدينه القدس اذا مر الخط الاخضر وسط المدينه. لكن ادى رسم الخط الاخضر على ارض الواقع الى تقسيم فلسطين الى 3 اجزاء. اسرائيل وهو الجزء الاكبر يشكل نسبه 78% من مساحه فلسطين، والضفه الغربيه التي الحقت بالاردن لاحقا، وقطاع غزه اللي ضمته مصر، بحيث ان هم بيشكلوا نسبه 22% من مساحه فلسطين التاريخيه. وقامت اسرائيل باحتلالهم في سنه 1967. ايه زهقت ولا كمل؟ طب لو عايز تعرف اكتر اعمل لايك وكومنت عشان الحاجات دي بتفرق في الظهور وبتساعد ان الفيديو يظهر لكذا حد، وعايزين شير كتير جدا عشان نوريهم اننا مش هنسكت. ما تنساش تدعمني بسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان اول ما ارفع الحلقه الجايه توصلك على طول. ومش عايزين ننسى الحلم يا فنانين، مليون فنان جوه الملخص. انا اشرف طه ودي الملخص.